السلام عليكم جمهوري الحبيب، وحشتوني جدا جدا جدا. في البدايه كده قبل ما نبدا الفيديو في كام حاجه لازم تعملها. اول حاجه ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان دي قناه جديده، فلازم تكون مشترك فيها ومفعل الجرس عشان لما بعد الشر يحصل لك مشكله تدخل هنا واساعدك في حل مشكلتك. الحاجه التانية، لو انت عندك مشكله والمشكله دي مستعجله، هتلاقي حاطط لك الانستجرام في اول كومنت. ادخل اكتب مشكلتك، ابعت لي رساله قول لي فيها: اسلام انا عندي مشكله عايزك تساعدني فيها، ويلا بينا نبدأ فيديو حل المشاكل. المشاكل هتبقى طويلة المرة دي بس سامحوني يعني. أنا عندي دلوقتي 24 سنة. في حاجة مهمة، أنا مش بقول أي تفاصيل عنك، تمام؟ يعني لو عندك مشكلة اكتبها في الكومنتات وما تقلقش، محدش يقدر يتواصل معاك ولا حد هيكلمك. مفيش تواصل في اليوتيوب هنا، انت بتكتب المشكلة انا برد عليها وخلاص على كده. مش بقول اي تفاصيل عنك، انا بقرا اللي انت بتكتبه بس. مشكلتي بدأت من حوالي 10 سنين. أنا الأخت الكبيرة ل3 ولاد. والدي كان مسافر ليبيا وكنت عايشة عند جدي أنا وأخويا. ولما كان بيرجع من السفر كان أحن راجل في الدنيا، بيجيب لنا لبس كتير وهدايا ولعب. بعدها والدتي حملت في أخويا الصغير، وفي آخر شهور الحمل تعبت جدا وأصابها مرض، واضطر والدي ينزل من السفر. والدتي قعدت شهور في المستشفى، وأنا اللي شلت مسؤولية أخويا الصغير واهتميت بيه من وأنا عندي 10 سنين لحد ما قامت بالسلامة. من هنا بدأت المعاناة. والدي اضطر ما يسافرش تاني وحاول ما يشتغلش، وحاول يشتغل في أكتر من شغل لكن ما كانش بيتوفق. في النهاية اشتغل في مصنع كرتون، ولأن الدخل ما كانش مكفي اضطرينا نشتغل في أرضنا. بدأت المشاكل بين والدي ووالدتي تزيد جدا. البيت بقى مليان خناق وزعيق وضرب وإهانات بشكل شبه يومي، وكل ما كان يحصل خلاف كنت أنا وإخواتي نتعرض للضرب. بعد فترة بدأ يتعاطى بانجو وحشيش. لقيت نفسي وأنا عندي 12 سنة وأخويا عنده 10 سنين بنركب عربية ونروح الغيط نشتغل في الأرض شغل قاسي جدا، ونرعى البهايم ونهتم بيها وننضفها. بعدها نروح المدرسة نرجع نكمل شغل. ما كانش بيرضى نخلينا نروح دروس نهائي، وكان بيجبرنا نذاكر في البيت، ولو حصل أي تقصير كان بيضربنا ويقومنا من على المذاكرة. ورغم كل ده كانت والدتي من البداية تهتم بمذاكرتنا وتذاكر لنا بنفسها، وكانت قبل الامتحانات تودينا دروس في المواد اللي كنا ضعاف فيها. عمره ما قالنا نصلي ولا شجعنا نحفظ قرآن، لكن الضرب كان حاضر طول الوقت. كان يضربنا ضرب بشع لدرجة إنه كان بيجرني بسنانه من على الأرض، وكنا بنتضرب بعصاية الحمار. كل يوم كان جسمي أنا وأخويا يتملي كدمات زرقاء وسودة من كتر الضرب، لأننا كنا أكبر 2 في البيت. كل فترة والدتي كانت تتعب من كتر ما تدافع عننا، فكانت تسيب البيت وتمشي، وألاقي نفسي وأنا عندي 15 سنة مسؤول عن كل حاجة. كبرنا على الحال ده ولحد الصف التالت الإعدادي والامتحانات. وقبل الامتحان بفترة اتعرفت على شاب في كلية الهندسة، وكنت وقتها دخلت سن المراهقة، وكنت بخاف جدا من صوت والدي ومن وجوده في البيت. وأول ما يدخل كنا نجري على الأوضة ونستخبى منه. وما كانش عندي أصحاب ولا أخوات بنات. كانت خالتي في سني لكنها كانت كل ما أعمل حاجة غلط تبلغ والدتي، فحتى هي ما كانتش صاحبة أقدر أحكي لها. أما الشاب ده فكان بيخاف عليا جدا. عمرنا ما اتكلمنا في التليفون غير بعد حوالي سنة. كان تعرفنا كله عن طريق الرسائل، لأنه كان ساكن في العمارة اللي جنبنا. كل يوم وانا نازله المدرسه كان يعرف ميعاد نزولي، فشاور له فينزل يمشي ورايا من بعيد يطمن اني وصلت المدرسه بالسلامه، وكان احن انسان عليا. وفي مرة والدتي شافتني ضربتني وحكت لخالي، كلموه واضطر يسيب البلد وينتقل يعيش في مكان تاني. بعدها فضلوا يقولوا انه كان بيضحك عليا وانه سابني وانه مكانش قد وعوده، وانا صدقتهم لاني كنت صغيرة وعندي 15 سنة ومش فاهمة حاجة في الدنيا. نجحت في الاعدادية بمجموع كبير وكنت التالتة على المدرسة. اتحايلت على والدي يدخلني الثانوية لكنه رفض، وطلبت ادخل تمريض وبرضه رفض. في اللحظة دي حسيت ان حلمي ومستقبلي ضاع. وبعدها اتجوزت. في فترة الخطوبة كان شخص مثالي جدا، لكن بعد الجواز اتغير كل شيء. بدأت الخيانة والقسوة والإهمال، وكان بيسمع كلام والدته في كل حاجة. أهملني حتى في أبسط حقوقي كزوجة رغم إني كنت بعمل كل اللي أقدر عليه. وفي يوم اكتشفت تسجيلات صوت وفيديو ليه مع ستات تانيين. وقتها كنت خلاص بقيت أم لطفلين، مقدرش أستحمل، ورجعت لأهلي لكنهم كمان ما وقفوش معايا ورجعوني ليه تاني. وفوق ده كله معاملة والدي ليا ما اتغيرتش، وكانت المشاكل مع حماتي مستمرة. ما وصفت مش هقدر أوصل قد إيه كان شخص نرجسي وقاسي القلب. دخلت في فترة نفسية سيئة جدا واضطريت أتابع مع دكتور نفسي، واللي خرجني من الحالة دي كان شخص واحد اتعرفت عليه وحبيته بصدق. خليني أحس لأول مرة بمعنى الاهتمام والاحتواء، وذقت معاه كل المشاعر الحلوة اللي كنت محروم منها. لكن في النهاية عرفنا اللي بينا غلط، فقررنا نبعد وكل واحد فينا يكمل طريقه. في البداية أنا رديت على البنت دي، والمشاكل اللي أنا هقولها أنا رديت عليها، بس أنا هقول لكم المشاكل دي وهنقول حلها هنا عشان لو حد عنده مشكلة نفس المشكلة دي يستفاد منها أو تاخد فكرة عموما.
وده اصلا بيبقى الهدف من القناة، ان احنا نستفاد كلنا. لو حد فيكم عنده مشكلة نفس المشكلة دي او قريبة منها يبقى عارف الحل عموما يعني. ف انا هقولك الحل هنا، احنا ما كملناش انا وانتي، بس انتي بتسمعي في الفيديو بقى مش مهم. الفكرة هنا حضرتك ان انتي لازم تنفصلي. ليه لازم تنفصلي؟ لان انتي عشان تهربي من قسوة ابوكي رحتي لحد اقسى من ابوكي. اغلب البنات بتفكر ان هي لما تتجوز هتهرب بقى من التحكم بتاع بابا، التحكم بتاع ماما، الضرب، الزعيق، الشتيمة، ما تخرجيش هنا، ما تعمليش هنا. لا، انا خلاص ابقى انسانة مستقلة واتجوز، يبقى عندي بيت، يبقى عندي اسرة، ابقى مسؤولة، اخرج براحتي، اتفسح براحتي. بس انت هنا بتبقي مراهنة على الشخص اللي في حياتك، يا يكون كويس يا يكون وحش، مش اي حد يجيلك تروحي معاه. والمشكلة هنا ان احنا في مصر كبنات ملكيش حق انك تختاري الشريك المناسب لحياتك. بنسبة 95% انت هتتجوزي اللي ابوك هيجيبهولك او اللي ابوك هيوافق عليه. ممكن يكون في شخص بيحبك جدا وشريكك جدا بس ابوكي موافقش، وتتدبسي في جوازة انت مش عايزاه، وتكملي حياتك كلها مع حد انت محبتهوش عشان خاطر بابا قرر ان انت هتتجوزي ده غصب عنك. اللي انا شايفه هنا، احنا اتكلمنا انا وانتي تمام ان انتي لازم تتطلقي. ليه لازم تتطلقي؟ عشان ما ينفعش ولادك يشوفوكي بتنضربي، عشان ما ينفعش ان انتي تتهاني وتتخاني وتتهزقي، عشان انتي هتعملي عقدة لولادك تمام لما يكبروا. انتي عندك طفلين، مش فاكر هما ولد وبنت، هنفترض ان هما ولد وبنت. ابنك اللي هو الولد لما يكبر هيكون فاكر ان التعامل مع مراته عشان مراته تسمع الكلام وتبقى مطيعة انها تنضرب. وبنتك مش هتثق في الرجالة خالص لانها بتشوف امها بتنضرب قدام عينيها وما بتتكلمش تمام. فهتتجوز ازاي وهي عارفة انها لما تتجوز ممكن يحصل لها زي اللي بيحصل لامها دلوقتي بتنضرب؟ فاللي انت فيه ده انت بتأذي اسرة كاملة باللي انت عايشاه ده. طيب يا عم اسلام، اتكلمنا انا وانت برضو وقلتي ان انت مفيش مكان ليك تروحيه، وان انت اصلا مش بتحبي جوزك، وان انت بتحبي حد تاني تمام. اللي انا شايفه ان انت ما تخاطريش انك تتطلقي عشان الحد تاني ده يرجع لك او لا. انت بتتطلقي عشان اللي انت عايشه فيه ده مش صح، دي مش حياه يعيشها بني ادمين. الضرب اصلا ما ينفعش للحيوان، فما بالك ان انت الانسان. ويعني انت ربنا ابدع في خلقك تمام، فما ينفعش تتعاملي بالشكل ده. اللي انا شايفه ان انت لازم تتطلقي وتدوري على شغل وتاخدي ولادك يعيشوا معاكي. هتقولي لي يا اسلام بس ما فيش شغل والولاد صغيرين. لو ده يساعدك في حاجه انا ممكن اساعدك ان انا ادور لك على اي شغل اونلاين. لو ركزتي فيه كل اللي محتاجاه يكون عندك واي فاي في البيت وموبايل او موبايلين تشتغلي بيهم، هتقعدي تعدي مهمات في العاب وخلاص. على كده ممكن تجمعي لك قبض كويس كل شهر. لو اعتبرتي ان ده يعني مدخل اساسي لشغلك، ممكن كل شهر تجمعي لك باكوين 3 2000 3000. اعتقد ده ممكن يبقى مريح قوي ليكي ان انت ما تحتاجيش تشتغلي عند حد وتعرفي تهتمي بولادك وهكذا. دي حاجه انا عاملها لان انت بتتابعيني من زمان، وده الشغل اللي انا بقول لكم عليه حضراتكم. ان انا لو انت حابب تشتغل من البيت ومحتاج شغل، انا اساعدك انك تشتغل في شركات الالعاب دي. ما بتدفعش حاجه، بتقرا المهمات بتاعه الشركات، اوصل ليفل كذا اوصل ليفل كذا، وكل ما صعوبه اللعبه زادت او المهمات صعوبتها زادت بتاخد فلوس اكتر. دي بتبقى حاجة الشركات بتعمل عروض لألعابها لأن عدد اللاعبين قل وبتحب تعمل دعاية للألعاب بتاعتهم يعني. طيب هنقرا باقي المشاكل. اللي أنا شايفه إنك تتطلقي، ما تتطلقيش عشان الشخص اللي انت بتحبيه، لا انت هتطلقي عشان نفسك. الشخص اللي انت بتحبيه يجي يكلمك مفيش مشكلة اتجوزيه تمام، انت هتبقي مطلقة مفيش حد مضايقك في حاجة. لكن اللي انت فيه ده ممكن يعملك مشاكل أكبر. نيجي على المشكلة اللي بعدها. بص يا اسلام، انا كنت بسمعك من وانا صغيره وعمري ما تخيلت ان ممكن في يوم اني اكتب مشكلتي دي. بتتابعني من ايام قناه حل المشاكل القديمه. انا بص يا اسلام، البيت عندي متفكك شويه. اتعرفت على الشخص ويعتبر كل واحد في حاله. مامتي متجوزه وجوزها الحمد لله ما حدش في البيت بيحبه علشان بيتدخل في حياتنا واحنا مش بنحب كده. ومامتي شايفه ان هو صح، هو الطبيعي ان هو يكون صح لان هو بيبقى راجل البيت، حتى لو مع الاسف انتي مش راضيه عن كلامه يعني. بس بالنسبه لامك هو راجل البيت، وابوكم يعني بالنسبه لها. من سنه اتعرفت على شخص هو طيب قوي وحنين جدا، ومامته وباباه متوفيين، وكان بيقول اني بعوضه عنهم. المهم انا اخويا عارف ان انا والشخص ده بنتكلم، فاخويا قعد يقول كلام وحش واتهمني اني ببعت له صور وكده، بس والله العظيم ما حصلش. المهم ان اخويا راح للشخص ده عنده الشغل، مسك التليفون يفتشه وكده، وما كانش في اي حاجه غير كلام عادي والله.
المهم راح واتشكل معاه جامد عند شغله، وجه البيت ضربني وقال لمامتي ان انا بعتله صور، وقال لخالي، وقعد يتكلم كلام مش حلو خالص عليا. واخويا قال للشخص ده لو عايزه تعالى تقدم لها وكده، هو فضل يكلم اخويا عشان يجي يتقدم، واخويا ما كانش راضي. المهم ان انا اتكلمت مع خالي وحكيت له الموضوع وكده، وخالي قال لي هيشوف الموضوع، فماما كلمت الشخص ده وراحت هي وجوزها عشان يشوفوا الموضوع. المهم راحوا واتفقوا معاه وقعدوا يشكروا فيه وكده، وجيت اقدم وقرا فتحة، والمهم بدأ يحصل مشاكل ما بيننا، وكل شويه يعمل بلوك، وكل شويه يقول لي عايز افشكل، بس انا بحب الشخص ده وعارف انه بيحبني، بس ما اعرفش في ايه، بحس انه بيتغير فجأة. ودلوقتي لقيت مامتي وجوزها بقوا قاعدين يعملوا لنا حوارات ومشاكل. بص انا عارفه الموضوع ملخبط، هو مش بيحب جوز مامتي علشان بيتدخل زياده عن اللزوم، وقال لي لما ننزل نجيب الدهب مش عايز جوز ماما يكون موجود، ولو جه هياخد بعضه ويمشي. المهم دلوقتي الشخص ده بدأ يتغير قوي، مش عارفه طيب ده عشان الخطوبه قربت وهو مضغوط ولا في حد تاني، بس حر ان اعمل بلوك من كل حته، ده مخليني مش عارفه اعمل ايه. وبعد المشاكل اللي حصلت من دي ما ينفعش تفشكل الدنيا، عشان لو فشكلنا كده يبقى الكلام اللي اخويا قاله ده كده صح، فانا مش عارفه اعمل ايه. انا بحب الشخص ده جدا ومش حابه ان انا ابعد، فاهمني؟ بس عارف اني طولت عليك ده كلام ملخبط، بس انا مش قادره ارجع. ماشي. صلى على الحبيب. انا برضو دي كلمتها، بس اقول لكم برضو الحلول اللي موجوده. يعني هو مع الاسف الشخص ده حس ان هو اتدبس. يعني ايه اتدبس؟ يعني هو ما كانش مستعجل على الموضوع ده، هو كان عايز يجي، هو حابب الارتباط، يطول قوي في الارتباط، ولما يحس ان هو مهيأ يخطب ويتجوز يعمل ده. لكن اللي انت عملتيه ده، ان انت او اللي اهلك عملوه ان هم سرعوا الموضوع، بالنسبه له هو ما كانش عايز ده، هو كان عايز كل حاجه تمشي بالراحه بهدوء بسلاسه. تمام، يكمل في ارتباط، يفشكل ما يفشكلش. لكن انت دلوقتي خليتيه ملزم بقعدة رجالة وكلام مع رجالة. تمام، فهنا انت خزوقتيه. هو كان عايز يكمل في الارتباط، الدنيا مشيت تمام، ما مشيتش ممكن يسيبك. لكن لما الموضوع بيتدخل فيه رجالة ويبقى فيه كلام جد واتفاقات وحاجات، انت كده بتدبسيه في حاجات هو مش قدها، خصوصا ان هو اهله متوفيين. تمام، فيعتبر شايل الدنيا كلها لوحده، دنيته كلها لوحده، لسه هيجهز نفسه وهكذا. فانا وانت برضو اتكلمنا وعرفنا ان عندك مشاكل اصعب من كده، وان دي حاجه بسيطه بالنسبه للمشاكل اللي عندك، كان الله في عونك. بس اللي انا قلت لك عليه واللي هقوله لاي حد، لما حد يعمل لك بلوك، تمام، ويلغي البلوك، اتكلم معاه، تناقش معاه. لو الموضوع فيه ارتباط رسمي، فيه خطوبه، فيه حاجات، هل في حاجه انا زعلتك فيها؟ تمام. طيب هل انت حابب نبعد؟ لو حابب نبعد انا مش هجبرك، انا قلت لك ابعتي له الكلمتين دول، لان انت ما ينفعش تتحايلي على حد ان هو يكمل معاكي، ما ينفعش تجبري حد عليكي، ما ينفعش عشان انت عندك مشاكل ترخصي نفسك مع حد تاني عشان تهربي من مشاكلك. يعني المشكلة اللي قبلك، تمام، هي اجبرت على الجواز اكيد. يعني انت هنا عشان تهربي من مشاكل اهلك والمشاكل اللي حكيتها لي، فانت بتدبسي نفسك مع حد تاني، او ما صدقت لقيتي حد تاني، فانت متعلقة بيه جامد عشان كده. بس انا شايف ده غلط، انت ما ينفعش تجبري حد عليكي، فانت هتبعتي له الرسالة دي. تمام، هل في حاجة انا مزعلك فيها؟ طب عايز تبعد؟ فكر في الموضوع يومين، ولو عايز تبعد انا ما عنديش مشكلة في ده. تمام، خلي نفسك عزيزة في كل الاوقات. تمام، خلي عندك كرامة كده ودم، عشان انت مش واقعة، ما ينفعش تباني ان انت واقعة، لان هو لو فضلتي تتحايلي واتجوزك عطفا عليكي هيذلك بده بعد كده. فده اللي انا شايفه، هتبعتي له الرسالة دي بس، وحسب رده، قال لك لا مضغوط الدنيا صعبة عشان بس الخطوبة قربت، لطف الدنيا وخلاص. قال لك ان هو عايز يبعد، قول له يا ابن الناس تعالى خد حاجتك واستني ابن الحلال اللي يجي يخلصك من مشاكلك بس. نيجي للمشكلة اللي بعدها. لو لسه ما عملتوش اشتراك اشتركوا ولايك. انا عندي 30 سنة، اتجوزت 2019، قعدت متجوزة 5 سنين، اخر سنة هو سافر. مبدئيا يا اسلام انا مش واخدها عن حب، ده كان جواز صالونات، وكانت ظروفه المادية مش احسن حاجة، وانا ساعدته ولحد ما وقف على رجله. فهو كان بيسيب لي مصروف حاجة بسيطة خالص، بس انا كنت بعرف امشي نفسي بيها. يعني مفيش مرة طلبت منه حاجة اكتر من ما قدرته، ما خرجناش، ما تفسحناش، ما سهرناش بره، ما عشتش جو العرايس يعني. وبعد الجواز بقى كل حاجة بقى شتيمة، ومد ايده وساعدته وشغلته، ومد ايده، حتى بعتله ذهبي ووقفته على رجله، بدأت الشتيمة تزيد وقلة الأدب تزيد. وطبعا وقف على رجله واتغير عليا. كان انا خلعته، كان هو قبل ما انا اخلعه كان عندي صحابه
انا خلعته، كان هو قبل ما انا اخلعه كان عنده صحاب اهم من اي حاجه، يعني كانوا صحابه بيدخلوا في مشاكلنا لكن هم اللي بيصلحوا لنا المشاكل. كان عنده واحد صاحبه قريب منه جدا، صاحبه دوت كان على طول لازم نخرج مع بعض، لازم يجي يقعد معانا في البيت. المهم صاحبه دوت حصلت مشاكل مع مراته وطلقها، وبعديها حصلت مشاكل انا مع طليقي واتطلقت منه. طلع علينا كلام مش كويس رغم ان ما كانش في اي حاجه اصلا ما بيني وما بينه. الولد دوت ساعدني جدا، واقف في ظهري بصراحه، واقف معايا وخد لي حقي. وبقى كل ما التاني يتكلم يقول له طب هات لنا دليل، ما كانش بيلاقي دليل، فكان ساعتها بيرد لي حقي بصراحه، ما شفتش منه اي حاجه. المهم بعد فتره العده بتاعتي فضلنا بعد فتره العده بتاعتي فضلنا انا وصاحبي دوت صحاب عادي زي ما كنا، واتقلب الموضوع من صحوبيه للارتباط. وقعدت معاه فتره في مشاكل، بس بصراحه هو كان محافظ عليا جدا. المهم دلوقتي حبينا بعض جدا وتعلقنا ببعض جدا، وهو سابني وراح اتجوز علشان يثبت للناس ان مفيش حاجه ما بيني وما بينه. وبرضه بصراحه ما قدرش ورجع لي تاني. وانا حسيت يعني حب وانا معاه بصراحه، وكل ما يجي يبعد عني ببقى مش مستحمله ويرجع لي تاني. حتى لو انا بعدت بيرجع لي تاني. المهم في اخر مره بعدنا فيها عن بعض ورجعنا كتبنا كتابنا دلوقتي وبقينا متجوزين، بس لسه مش قاعدين في بيت واحد. وهو كان عنده شقته كان مأجرها ولسه مستلمها دلوقتي. بقى معاملتنا مع بعض ان انا خايفه منه، يعني انا خايفه ان هو خلاص بدأ يزهق من المشاكل وعايز يفتح بيت وعايز يكون أسرة، وفي نفس الوقت قلقان ان حد يعرف ان احنا بقينا على سنة الله ورسوله. فانا دلوقتي مشكلتي ايه يا اسلام؟ ان هو خلاص استلمنا الشقة بتاعتنا وبيحضرها وانا معايا عيالي، وهو خايف ان انا اروح اقعد في الشقة والعيال معايا، فلما باباهم يعرف ياخدهم مني وهكذا. وانا اسلام بصراحه ما بقدرش استغنى عنه، فانا بتعامل معاه كل شويه اقول له انا قلقان، انا حاسه ان انت هتفاجئني، انا حاسه ان انت هتتجوز واحده غيري وتحطها في الشقه. اقول لي لا انا مش هعمل كده، بس انا حاسه ان هيجي عليه وقت وهيعمل كده. بص اسلام هو بيحبني بس انا بحبه اكتر، لان هو بيخاف من المشاكل فبيبعد، ولما بيلاقي نفسه بيبعد قوي وهذا يعني من ايده بيرجع. علشان كده لما اجي يرجع المره دي كتبنا الكتاب، بعد كتب الكتاب حصلت ما بيننا مشكله واتطلقنا، ما عداش 4 ايام وردني تاني. ساعتها قال لي لا انا مش هقدر ابعد عنك، بس لو لقينا نفسنا ندخل في مشاكل ومش هنرتاح هنبعد دلوقتي يا اسلام احنا مع بعض، بس انا قلقان منه وانا ماليش غيره بعد ربنا فعليا، ولا اهل ولا اي حاجه. مش عارفه اتصدم تاني، مش عارفه اتعامل معاه ازاي. هو بيتعامل معايا بالبرود، يعني دلوقتي انا بقيت بتحايل عليه اشوفه، بتحايل عليه ننزل، فعايزه حاجه خليه يتعلق بيا وما يبعدش عني ويواجه الدنيا علشان اعملها. صدقني لو بعد هبقى ضعت، مش عارفه اعمل ايه. هي دي اخر مشكله معانا. انت كنت متجوزة واحد عمل اسوأ حاجة في الحياة، حاجة ما فيهاش اي ريحة من ريحة الرجولة، تمام؟ ان هو يخلي اصحابه يتدخلوا بينك وبينه، تمام؟ اللي هو انت مش راجل في بيتك ولا ايه؟ راجل البيت ما بيحكيش اسرار البيت، ست البيت ما بتطلعش اسرار البيت، حاجة البيت بتفضل جوه البيت. لو الموضوع زاد او كبر وعوزتوا حد يحلها، يا اهلك يا اهله، مش صحابه، تمام؟ مش صحابه. الرجولة بتقول كده، انك راجل سواء بشنبات او لا، ما ينفعش تدخل صحابك في حل مشاكلك. جميل؟ دي قاعدة اساسية. فانت اللي كنت متجوزة ده مش راجل بما يكفي ان هو يبقى زوج، مع احترامي الكامل يعني ليه لو سمع الفيديو. الحاجة التانية بالنسبة للشخص اللي انت بقيتي على ذمته دلوقتي، تمام؟ هو عمل اوسخ حاجة في الحياة، ان هو يبص لمرات صاحبه. انت بالنسبة له ممكن تكوني الوحيدة المحرمة عليه، لان صاحبه اللي هو مش كويس، اللي هو كان جوزك طليقك يعني، امنه ان هو يساعده في حل مشكلة، يعني اداله ثقة اصلا ما ينفعش ان حد يديها لحد. كنت دايما بقول ما ينفعش تدخلي صاحبتك تحل مشاكل مع حبيبك، هتاخده منك. هو ده اللي جوزك دلوقتي عمله، لو جوزك الجديد عمله، خدك من جوزك، تمام؟ حتى برغم ان انتي اتطلقتي برضه ما ينفعش تشوفي اي حد تاني غير ده. ومع الاسف انتي متيمه بيه وهو حد مش كويس. اللي يعمل حاجه زي دي ده حد مش كويس. هتقولي لي على سنه الله ورسوله وحلال ومش حلال والكلام دوت، فاهم كل ده، بس الفكره نفسها ما فيهاش اصول، ما فيهاش رجوله. ما ينفعش ابقى انا مأمنك على بيتي واسرار بيتي وجايبك تحل الدنيا وتلطف وانت بتبص لمراتي، ما ينفعش. ولو ما بينش ان هو بيبص دلوقتي، يعني لو الموضوع بان لك ان هو اتعلق بيكي بعد الجواز، مجرد
ما حد بيدخل يعني جوزك الاول، مدخله البيت وعوده على المشاكل البيت ويحلها ويقعد معاك ويخرج معاك، فالموضوع بدأ معاه من هنا اصلا. يعني هو بيفكر في الموضوع دوت وانتي متجوزة. فاحنا كاولاد بنبقى عارفين ده. انتي مش عارفة لانك ست، مش فاهم ازاي جوزك كان قابل ده، يعني اللي هو طليقك. الحمد لله انك اتطلقتي منه. طبعا انا وانتي برضو اتكلمنا كتير واتناقشنا كتير تمام. بس انا هقول لك الحاجات اللي انا شايفها انها لازم تتعمل. يعني اولا، الشخص اللي انتي متجوزاه دلوقتي مش اكتر حد مخلص في الحياة ولا حاجة، وان هو ساعدك في حل مشاكلك ووقف معاكي وفي ظهرك. انا بعمل كده مع متابعين انا اصلا ما اعرفهمش، ناس بتبعت لي مشاكلها وممكن ادخل نفسي في مشاكل عشان الناس دي تطلع كويسة، عشان الناس دي طلبوا مساعدتي. ودخلت نفسي في مشاكل قبل كده كتير عشان بس الشخص اللي طلب مساعدتي ده او البنت اللي طلبت مساعدتي دي تكون بخير وكويسة، حاجاتها والله انا مالية علاقة بيها اصلا. تمام. فاللي هو عمله ده مش حاجة جديدة ولا حاجة صعبة، الطبيعي اي حد شاف بنت في دقيقة هيساعدها. تمام. نيجي للحاجة التانية، ما تتوقعش منه ان انت هتعيشي قصة حب كويسة، لان انا قلتلك في الشات اللي بيجي سهل بيروح سهل. انت ما تعبتيش في حاجة في الجوازة دي وهو ما تعبش في حاجة في الجوازة دي. ومع الأسف يعني الراجل مننا بيحب يكافح عشان يوصل للبنت اللي بيحبها، هو ما كافحش. انت كنت عايزة تتجوزيه وهو لقى الموضوع بسيط وسهل، ما اعترضش على ده. فخلي مشكلتك الأولى دلوقتي ان انتي تعلقيه بيكي اكتر من كده، لان هو طلقك بعد 4 ايام تقريبا جواز زي ما قلتي. فانتي اصلا مش فارقاله. هتقولي لي بس ردني، ما هو انتي لو فارقاله ما كانش طلقك اصلا. تمام. لو فارقاله ما كانش طلقك، هو رجعك لان مش هيلاقي الفرصة دي تاني. تمام. خاف تروح لحد تاني. تمام. فرصة الجواز السهل دي ما بتجيش كتير، وسامحيني على كلامي بس انا بشوف لكم الصح او بقول لكم الصح اللي انا شايفه. فانا من رأيي يعني تعلني جوازك وسط الناس كلها، لان انت مش معيوبة وما عندكيش مشاكل. تمام. زي ما انا قلتلك برضو. تمام. وتطلبي انت ده، لان انت لو ما طلبتيش هو مش هيعمله. الراجل بيحب يريح دماغه، وزي ما قلتلك هو جاي معاكي سكة او مهتم بيكي او كده لان انت موفرة عليه كتير. تمام. مش عامله له مشاكل ومتيمة بيه. اللي انا شايفه صح ان انت تعلني جوازك وتعيشي دنيتك وحياتك وخلاص على كده، وتبقي حاطه احتماليه في عقلك كده ان هيجي وقت والشخص ده هيطلقك تاني. تمام. فما تتعلقيش بيه جامد وما تديش اهتمام جامد. تمام. وخلي فيه شويه حرص في التعامل شويه، لان هو طلقك مره وهيطلقك تاني. انت من اول 4 ايام كنت مطلقه. تمام. فنصيحه من اخ لاخته، اعملي اللي انا قلتلك عليه، اللي هو ما تديش ثقه كامله للشخص ده، لان الشخص اللي انت شايفاه ملاك بريء هو مش كويس. الشخص ده عمل اوسخ حاجه ممكن حد يعملها، فهو مش كويس وما يتامنش على بيت. تمام. بس. وبكده ينتهي فيديو حل المشاكل. لو حضراتكم عندكم مشكله اكتبوها في كومنت تحت، يا ريت يعني في كومنت تحت. ولو مكسرين تكتبوها في كومنت، او الكومنت المشكله ما ينفعش تتحكى في كومنت فيها حاجات من اللي هي الحاجات اللي ما ينفعش تتحكي دي، وحابين تحكوا لي خاص، الانستجرام بتاعي في اول كومنت، ادخلوا ابعتوا لي على الانستجرام. وحاجة أخيرة، هتلاقوني سايب لكم دلوقتي 4 روايات اسمها المناسب ليكم. تمام. دول أحسن 4 روايات نزلوا الفترة دي، يعني اسمها المناسب ليكم.